أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا معلم التوحيد، أسألك في الله أن توضح لنا مسألة العذر بالجهل. يقول: يا معلم التوحيد، أسألك في الله. يا أخي بينا هذه المسألة، الإنسان ما تفهمون، الشكوى إلى الله. نقول الذي يعذر مثله بالجهل هو الذي لم يسمع شيئا عن الإسلام، في مكان منعزل ما يسمع شيء، ما سمع القرآن، ما سمع الأحاديث، ما بلغته الدعوة، هذا يعذر بالجهل. أما إنسان يعيش مع المسلمين وفي بلاد المسلمين يسمع الأذان كل وقت، والناس يصلون يمينه وشماله، هذا يقال أنه يعذر بالجهل. هذا هو اللي يجهل نفسه، ما هو باغي العلم ولا هو باغي الحق، يبقى على ما هو عليه، هذا غير معذور. نعم. يعني يقول في تكملة سؤاله: إذا نشأ شخص في بادية بعيدة أو حديث في الإسلام عهده، هل يعذر بالجهل إذا دعا غير الله وهو منتسب إلى الإسلام؟ أن يدعو إلى الله، يدعو غير الله، نحكم عليه بالكفر ونعامله معاملة الكفار. أما إذا كان إنه كما ذكر ما بلغه شيء فهذا حكمه إلى الله، لكن نحن نحكم عليه بالدين اللي هو عليه، الكفر، على الشرك، على عبادة القبور، نحكم عليه به، هذا اللي يظهر لنا. أما إذا كان له عذر عند الله هذا أمره إلى الله. يقولون هذا يكون من أصحاب الفترة، يكون من أصحاب الفترة اللي ما بلغهم شيء. نعم. ولكن اليوم ما تعلمون، اليوم ما يخفى شيء، وسائل الإعلام منتشرة، والقرآن يسمع في كل مكان من الدنيا الآن، السنة تسمع، الدعاة تكلمون، الإسلام منتشر، ما في تقريبا بلد في الأرض ما دخله الإسلام الآن، ولا لا؟ ما هنا بلد ما فيه مساجد، ما فيه مراكز إسلامية، ما فيه أقليات مسلمة، الإسلام منتشر الآن، والشعائر تفعل في بلاد الكفر الآن، شعائر الإسلام، فالحجة قائمة ولله الحمد. نعم.